يا محمد ازيك يا حبيبي؟ الله ازيك؟ يسلمك. وحشتينا والله يا كابتن حماده. الله يخليك يا محمد، يبارك فيك. رايك ايه يا كابتن في المجموعه؟ والله خلينا واقع، يعني انا كنت نتمنى كل فرقه تبقى في مجموعه ان شاء الله كانوا يوصلوا للنهائي، كان كل امنيات الزملكاويه والاهلاويه كده. لكن خلينا مع الواقع ان شاء الله، وان شاء الله تبقى مباراه طيبه يعني ان شاء الله. كابتن حماده، يعني انت حضرتك كده، هل دلوقتي احنا بنتكلم، خلينا نتكلم في الواقع، خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين، لا او 4 5 شهور اللي جايين دول، في 3 ماتشات اهلي وزمالك، 2 افريقيا وواحده دوري. ايوه ده على الاقل. ربما يكون في 2 كمان يبقوا 5 ايوه في سنه واحده اللي هي 2013. ايوه. هل تتخيل يا كابتن حماده ان ممكن ال5 لقاءات دول يتلعبوا كده بدون جماهير؟ معقوله اهلي وزمالك بدون جماهير؟ يعني طبعا ده حتى هيبقى مشكله، الماتشات الافريقيه برضه هتتلعب ازاي؟ لكن يعني احنا بنتمنى طبعا الجمهور يحضر، بس يكون الظروف مهيئه، الامن يعني ان هم يقدروا ياخدوا هذا القرار. وان شاء الله يعني جمهور نادي الزمالك ونادي الاهلي وجمهور مصر كله يكون عنده ثقه يعني، وباذن الله وتعود النشاط للملاعب. لكن ده طبعا هيبقى قرار الامن اولا واخيرا. ما انا عارف، بس احنا على فكره حصلت السنه اللي فاتت يا كابتن حماده، حصلت السنه اللي فاتت ما كانتش مستساغه، ماتشين اهلي وزمالك كان ده يعني سوري، كان دمهم تقيل، مش اهلي وزمالك ده طبعا مش ممكن. ومفيش شك اي ماتش من غير الجمهور ده هو ده اللي كل حاجه حلوه يعني. طبعا يا ريت يحضروا، تبقى حاجه جميله جدا، وتبقى مباراه قمه بين الناديين وجمهور مصر كله يتفرج عليها، وان شاء الله يعني ده يتم باذن الله تعالى. بس برضه صاحب القرار الاول والاخير هيكون الامن، واحنا لازم نحترم رايه يعني. لكن انا شايفها تبقى مباراه كويسه فيها نجوم كتير يمكن بيلعبوا اول مره او يلعبوا فترات بسيطه مع بعض. ان شاء الله تبقى مباراه كويسه، وشايف مجموعات اللعيبه اللي موجوده في الاهلي والزمالك مجموعات طيبه جدا ولاعيبه كويسين، وهم الاثنين في حاله طيبه دلوقتي، وان شاء الله نتفرج على المباريات هتبقى فيها متعه يعني، انا بعتقد هذا يعني. يا رب بس يبقى فيها جمهور يا كابتن حماده، يعني برضو متعه وكل حاجه، بس يبقى فيها جمهور، لان لو تفتكر حضرتك يعني برضه يا محمد، اتفضل يا كابتن. احنا بنتمنى هذا، ودي احلى حاجه الجمهور يحضر. بس طبعا لازم نبقى نعلقها على راي الامن يعني. اكيد طبعا، ما لازم الامن هو في الاول هو اللي هيقول اوكي ولا لا، بس هو واهم حاجه برضو ان جماهيرنا بقى تفتح صفحه جديده بقى، ونبدا بقى بجد بقى. انت قلت كلمه صح جدا بقى، لازم الجماهير بقى تساعد، نفتح صفحه جديده بقى وتساعد الانديه وتساعد الكره المصريه، اللعبه الشعبيه اللي كلنا بنحبها، انها نطلعها من الكبوه اللي هي فيها. وزي ما بنقول احنا دايما الجمهور هو اللاعب رقم واحد. لازم يعني يحسوا بهذا الاحساس ويحبوا لعبتهم اللي هم بيعشقوها من زمن طويل جدا، علشان تعود البسمه للملاعب المصريه. يا رب يا كابتن حماده. لكن انت شايف المجموعتين متوازنتين من وجهه نظرك الفنيه؟ يعني انا عارف يا محمد في الحاجات اللي زي كده خلاص بقى في واقع نتعامل معاه. ما نقولش بقى كنا عايزين كذا وكذا، يعني نبقى واقع نتعامل معاه. طب هسألك سؤال تاني يا كابتن حماده، برضو مش شايف ان فيها قسوه كده تبقى البدايه اهلي وزمالك؟ ما هو طبعا، ما على طول. انا مش عارف الاتحاد الافريقي ده ماله ومال الاهلي ده على طول اهلي وزمالك يوصلوا دور ال8 على طول، اهلي وزمالك مع بعض. شطه برضه لازم يخلي باله شويه، كابتن شطه لازم كده يظبط الدنيا. لازم. يا رب يا كابتن حماده. شطه مولعها عندك. والله يا كابتن حماده، يعني لعل وعسى ان المباريات القادمه للاهلي والزمالك دي تكون هي دي بدايه الخير بالنسبه لكره القدم المصريه، يا رب. وان شاء الله اللعيبه يكونوا على كمان زي ما قلنا، يبقى الجمهور على مستوى المسؤوليه، اللعيبه برضو ان هم يكونوا على مستوى المسؤوليه ويمتعونا بلقاءات مهمه جدا. وعارف يا محمد 5 ماتشات زي ما انت بتقول، يعني احنا كلعيبه الواحد يبقى سعيد جدا لما كان بيلعب ماتش اهلي وزمالك. لما يبقوا 5 ده احنا بنقول اللعيبه دي نحسبها كمان ان 5 ماتشات تاريخيه بالنسبه لهم، هيفضلوا يفتكروها طول عمرهم. فهم تلاقي كمان جواهم حاسين ان الماتشات صعبه ولكن حاجه كويسه متعه اللي يلعبوا مع بعض 5 مرات. اكيد يا كابتن حماده، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن، متشكر جدا جدا. كابتن حماده امام، رئيس لجنه الكره بنادي الزمالك. عندي